السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم خلود من قناه بلانر ادكت، والنهارده فيديو جديد. فيديو النهارده هيكون عن السيت اب المبدئي لبلانر 2023 بتاعتي، وايه الريفيل اللي هستخدمه فيها، وايه الورق اللي هستخدمه، كل المعلومات الخاصه بيها. هنشوف النهارده ازاي انا عملتها بالشكل ده، وازاي نقدر نجهزها لبدايه السنه. الناس اللي اول مره تشرفني على القناه، اهلا وسهلا بيكم. يا ريت ما تنسوش تدوسوا على زرار الاشتراك، وكمان فعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد انا بنزله. ويلا بينا نشوف الفيديو. طبعا اللي شاف الريل اللي انا نزلته وعرف انا هستخدم انهي ريفل السنه دي في البلانر بتاعتي. انا هستخدم الريفل بتاع فايلوت ايف بلانر. انا عملت انبوكسنج ليه على انستجرام، بس هوريه لكم برده هنا. هو جاي معاه البيبر كليبس دي، وكمان المغناطيس ده، والقلم، وده الريفل، وكمان بعتالي معاه هديه الستيكرز دول اهو. اشكالهم حلوه جدا، انا كان عاجبني بصراحه الستيكر بتاعهم قوي. ميرسي ليها يعني على الكادو ده. وده الريفيل نفسه، انا طالباه بالفواصل، طالباه اللغه باللغه الانجليزيه، و متخرم كمان على قد البلانر 6 حلقات. طبعا هو نفس المحتوى اللي احنا شفناه في الاجنده بس باللغه الانجليزيه، لكن هو نفس المحتوى بالكامل، وشامل الفواصل دي. هي حطالي اوريدي الفواصل في النص، والظهر بتاعها عليه رسمه تلوين يعني. هو الورق بتاعه اتقل شويه بس مش قوي. اللي عاجبني في الريفيل ده انه نفس الماتيريال بتاعت الورق نفسها اللي كانت في الاجنده السلك. بصوا الفواصل تبعتها تحفه، الالوان ريتش جدا وغنيه. الورق على 100 جرام، فالورق تقيل وانا بحب الورق التقيل، فده بالنسبه لي كان ممتاز قوي. بصوا الفواصل تحفه. انا هاخد هنا 3 شهور، وهم دول بس اللي انا هحطهم في البلانر بتاعتي، مش هحط فيها اكتر من كده في البدايه. وكل 3 شهور هبتدي اعمل لها السيت اب بتاعها. تعالوا كده نتاكد. اسفه طبعا على صوتي، بس البرد لسه ايه ما راحش يعني. ده كده اول شهر اهو، وده تاني شهر، وده تالت شهر اهو، والكوارتر ريفيو. بس كده خلاص، وبعدين بنبتدي الشهر الرابع. انا هكتفي بدول وهشيل الورق ده، هحتفظ بيه استخدمه فيما بعد، لكن هو ده الورق اللي انا هستخدمه اول 3 شهور في السنه بتاعتي. طبعا هي مشكوره، سالتني عايزه تخرمي الورق ولا لا، وخرمتهولي 6 اخرام على الورق على قد البلانر يعني. تعالوا بقى هنا نشيل كل ده. ده كده الورق اللي انا هستخدمه، مش هستخدم اكتر من كده، بس هنزوق البلانر مع بعض. انا بصراحه هاخد حاجات من اللي اوريدي كنت عاملاها في اجنده السنه دي، هوريها لكم برضو. دول كانوا داي كاتس جايين مع اي كرافت السنه اللي فاتت، ودول بيبر كليبس انا اللي كنت عاملاهم، ودي داي كاتس عاديه. ده بيبر كليبس برضو انا اللي كنت عاملاه. بس كده ده الشكل النهائي بعد ما حطيت كل الامبالشمنت بتاعتي. في بقى حاجات هحطها برضو من بلانرات قديمه كنت عاملاها، زي الشيكر كورد ده، انا عاملاه برضو من جوه عامل زي الجيوب او كده. هشيل بس منه اوراقي القديمه. في هنا المانسلي تاب والبلانر تاب، دول انا هستخدمهم او هحتاجهم. دي هستخدمها في شهور السنه الجديده.
وده داشبورد كنت برضو عاملاه، فانا هضيفهم بس هنا في البلانر بتاعتي. انا كنت عاملاهم من الورق المقوى فكده عشان كده مستحملين معايا. بصوا اهو، طبعا ممكن اغيرهم قدام شوية واعمل حاجات جديدة، يمكن التعب بس مش مساعد ان الواحد يعمل حاجة غير كده. هم جاهزين. ممكن هنا بقى ابتدي احط الستيكرز بتاعي. ده ستيكرز قديم كان عندي من السنة اللي فاتت، فهحطه معايا هنا. انا هسيب بس ده بره عشان استخدمه. وفي النهاية خالص في الاخر هضيف البوكت. ده كنت شارياه من كاميرا 9 على ما اتذكر، هو بيتقفل كده، وهحط فيه الستيكر اللي جاي مع الريفيل اللي هو ده. معرفش المقاس هيظبط ولا لا. تمام، هو ظبط بس ما قفلش فمش مشكله. هضيفه في النهايه هنا بس كده. وهبتدي هنا احط التابس بتاعتي من اول هنا كده، بس كده. ممكن نكتب هنا كده بس عليها اسم الشهر، ونكرر نفس الموضوع في بقية الاشهر. انا عايزة اخليهم او ارتبهم بشكل، خلونا نحط الورقة دي هنا كده. عايزة ارتبهم بشكل ان يبقوا تحت بعض التابس مش ورا بعض. فهجيب دي كده عشان اعرف مكانها واشوف انا هبتدي منين من وراها. فانا هعمل كده يعني بالتقريب كده اهو. فلما يتحطوا هيبقوا ورا بعض، مش ورا يعني مش ورا بعض على طول، لا في مسافة فاقدر اشوفهم كلهم. وهنا فبراير، فبقوا التلاتة باينين عندي بالشكل ده. بس كده، ده كده السيت اب المبدئي او اول حاجه يعني للبلانر بتاعه 2023. ودي اول بلانر هستخدمها. انا هستخدم 2 بلانر، مش هستخدم دي بس، لا في بلانر تانية هستخدمها بس هتكون بلانر صغيره. هي البلانر دي عندي بقالها كذا سنه، يعني من تقريبا من 2019. فيها بقى ورق قديم وحاجات قديمة وكده، فأنا هبقى استخدمها فيما بعد إن شاء الله. أول ما الريفيل بتاعها يجي، لأن هو لسه مجاش، فأول ما الريفيل بتاعها يجي وابتدي أظبطها هقول لكم، وهعمل لها السيت اب بتاعها بإذن الله، وهوريها لكم برضو، ونشوف هستخدمهم الاتنين ازاي. لكن دي بشكل اساسي البلانر الاساسيه بتاعت البيت، وشفنا مع بعض السيت اب الرئيسي بتاعها ان شاء الله. واكتبوا لي في الكومنت عايزين تشوفوا فيديوهات ايه تاني اعملها لكم. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش لايك شير سبسكرايب للقناه، ولو عندكم اسئله سيبوها لي في الكومنت سيكشن تحت وانا هرد عليها. اشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.